سيد فتحي، إسبانيا مرتين تحقق لقب كأس العالم بذات الطريقة في الأشواط الإضافية، في 2010 وفي 2004 و2026. الأرجنتين بذات الطريقة خسرت في الأشواط الإضافية بذات الطريقة أمام ألمانيا بهدف جوتسا، واليوم أمام إسبانيا. لربما هذه السيناريوهات تشكل شخصية المنتخبات وتشكل كذلك إرادة لدى المنتخبات الأوروبية حقيقة حتى في كأس العالم الحالية، نظرا لما تقدمه في المشوار. يعني إسبانيا لما نشاهدوها في مسيرتها مرت بمعارك وبمباريات قوية في هذا المونديال، لكنها عرفت كيف تفوز وعرفت كيف تخطف اللقب. لربما اليوم الأرجنتين ظهرت بشكل المنتخب المتذبذب في المستوى، أحيانا تقدم في مباراة جيدة نسبيا، أحيانا تذهب لأشواط إضافية ولركلات ترجيح، مرت من خلال المنتخبات العربية. ولربما اليوم المشاهد العربي قال بأن الأرجنتين هي الطريقة الأسهل للمنتخبات من بين المنتخبات التي شاركت في كأس العالم. رأس الأخضر، مصر، الأردن، الجزائر، حتى تونس منعت منها. والمصريين يقول لك هذا عشم المصريين في بالطبع في المنتخب الأرجنتيني. بالطبع. أنا علاش قلت وقت اللي قلت راهو مش في عبارة، قلت كذبة كأس العالم هذا هي الأرجنتين. والعدالة الكروية خلت المنتخب الإسباني هو اللي يفوز. هم عدالة كروية، لكن في عدالة أخرى لميسي ولترامب ولأنفانتينو، أنهم لم يتآمروا من أجل أن يتوج ميسي بلقب كأس العالم. لا، يتآمروا كلش. كان ترامب باش يهبط يزفر ضربة جزاء ولا في أول تصويبة للمرمى في الدقيقة 115 من الأرجنتين، أول تصويبة. وقتها اسبانيا عندها تقريبا أكثر من 22 تصويبة. معناها مقابلة دفاع ضد هجوم. حرام انه الارجنتين تفوز بهذه. تقول لي في الوقت الاضافي، هذه قوه اسبانيا، قوه المثابره. انا نذكر 2010 نفس السيناريو، فريق الاسباني روعه، ولكن ما نجمش يسجل في الوقت الاصلي، جاء الوقت الاضافي. ووقتها ايضا ظل انيستا الهدف 116 معناها مش بعاد على بعضه. وبالتالي نعتبر ان الفريق الاسباني هو شوف 48، انا كأس العالم هذه 48 الفريق الوحيد الذي اقنع. جمال، اسبانيا بعد 2010 انتظرت 16 عاما وجاءت لكي تحقق اللقب. جيل ربما تجدد مع دي لافوينتي، تدرج من كأس أوروبا للشباب في الأولمبياد إلى منتخب إسبانيا في كأس أوروبا، والآن حقق لقب كأس العالم. هو دي أفضل نهاية لهذا كأس العالم، يعني 2026 هو فوز المنتخب الإسباني، لأن فوز المنتخب الإسباني هو انتصار لكرة القدم الجميلة، انتصار لكرة القدم الممتعة، انتصار لمن يبني وليس فقط لمن ينتظر أخطاء المنافسين. يعني نتحدث اليوم عن منتخب إسباني، نتحدث عن منظومة يعني كاملة شاملة، يعني تمس يعني مختلف أبعاد كرة القدم. صحيح إسبانيا فازت بأول لقب لكأس العالم سنة 2010، لكنها لم تكن يعني في غرفة الانتظار، كانت بهوية واضحة، بمنظومة عمل يعني كانت دائما واضحة، بإنتاج يعني للاعبين للمواهب. هذا المنتخب الإسباني هو أيضا فيه الكثير يعني من القصص، يعني لكل لاعب قصة، لمدرب المنتخب قصة. فوز المنتخب الأرجنتيني بالنظر الأرقام هذه المباراة كان سيكون أكبر إهانة لكأس العالم ولكرة القدم، لأنه المنتخب الأرجنتيني هذا أسوأ منافس أو أضعف منافس في مباراة نهائية لكأس العالم ربما منذ بداية يعني كأس العالم، لأنه حتى الدقيقة 90 ولا تسديدة واحدة يعني المنتخب الأرجنتيني طيلة المباراة. عدد تصديات مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني كبيرة جدا، يعني لم يصنع المنتخب الأرجنتيني أول فرصة إلا في يعني باللحظات الأخيرة، كرة يعني أبعدها المدافع المنتخب الإسباني. ففي النهاية انتصار لكرة القدم الممتعة بالنسبة لإسبانيا. المقارنة ما بين هذا النهائي ونهائي 2014، أنا في رأيي أن هذا النهائي قريب من نهائي 1990 ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الألماني. آنذاك أيضا المنتخب الأرجنتيني لم يقدم مستويات كبيرة جدا، لا في الدور المجموعات، لا في مقابلة يوغوسلافيا كان سيقصر الضربات الترجيحية، لا في مقابلة البرازيل أيضا، لا في مقابلة أيضا النهائية اللي كانت أمام المنتخب الألماني.
2014 المنتخب الارجنتيني كان قوي وصنع يعني فرص تسجيل، وكنتذكروا انفراد ديال هيغوين يعني في المقابله النهائيه، كان ممكن يحسم المقابله انذاك، ولكن هذا أسوأ نهائي للمنتخب الارجنتيني في كل نهايات التي خاضها. أسوأ نهائي. أسوأ نهائي. حتى التي خسرها تقصد؟ لا خسرها او اللي فاز بها، لان 78 يعني كان مع منتخب هولندا، 86 يعني الروعه ديال دييغو مارادونا، 2014 المنتخب الارجنتيني كان قوي يعني خانته الفعاليه في بعض الفرص، 2022 صحيح المنتخب الارجنتيني لم يعني يكن الطرف الافضل على طيله المونديال، ولكن عرف كيف يفوز امام المنتخب الفرنسي بالضربات الترجيحيه. هذا النهائي يعني كان سيء جدا يعني بالنسبه للمنتخب الارجنتيني امام الاسباني، نهائي يعني للنسيان، وهذا ايضا يعطينا بعض الدروس، لانه اليوم ايضا بعض المنتخبات انا شخصيا ما كنتش كنتوقع مقابله ممتعه من طرف المنتخب الارجنتيني، لان ما قدمه طيله يعني كاس العالم لا يشفع له بان يقدم مباراه ممتعه، ففوضى، اندفاع بدني، عنف ايضا يعني في الاداء. وما لم يرقني ايضا في المنتخب الارجنتيني انه من نوعيه المنتخبات التي لا تعرف كيف تخسر، ليس فيه ايضا الروح الرياضيه، لان تابعنا يعني بعض التدخلات عنيفه، حتى بعض تهجمات ايضا بعد نهايه المباراه. وكذلك روميرو لم يصافح ترامب في الحفل الختامي وحفل التتويج. يعني ولكن روح رياضيه كانت غائبه عن المنتخب الارجنتيني، لان المنتخبات يجب ان تعرف كيف تفوز، ويجب ايضا ان تعرف كيف تخسر. فكل ما وجدت هذا العنف يعني شديد وارتباطات اكثر على مستوى يعني المنتخب، احيانا تخفي بعض الاشياء اكثر من هذا، والحمايه اللي كانت المنتخب الارجنتيني سامحني في المباراه يعني في التعامل الحكم في المباريات كل